رسالة باريش بكتش في وقت متأخر من الليل تبكي يغمر يوكسيل. ما الذي جاء في تلك الرسالة السرية؟ أهلا بكم متابعي قناة الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو. أصدقائي الأعزاء، كانت ليلة أمس استثنائية بكل المقاييس لأحد أشهر ثنائية تركيا، حيث كسر حدث غير متوقع صمت ساعات الصباح الباكرة، تاركا الجميع في حيرة من أمرهم. وفقا لآخر المعلومات المتداولة في موقع التصوير وبين أقرب أصدقاء الممثلين، قام باريش بكتش بخطوة لم يتوقعها أحد في وقت متأخر من الليل. بدأ كل شيء عندما عادت يغمر يوكس المنهكة بعد يوم تصوير طويل ومرهق إلى منزلها بحثا عن بعض الهدوء والسكينة، محاولة الابتعاد عن ضجيج الكاميرا والشائعات التي تحيط بها دائما. ولكن بينما كانت على وشك وضع هاتفها جانبا وإغلاق عينيها، أضاءت الشاشة بإشعار غير مزاجها تماما. كان الاسم على الشاشة واضحا وضوح الشمس: باريش بكتش. لم يكن من المعتاد أن يرسل باريش رسائل في ذلك الوقت، خاصة بعد الشائعات التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي حول فتور العلاقة بينهما، والتي جعلت قلب يغمر يخفق بشدة. عندما فتحت يغمر الرسالة، وجدت كلمة صادقة وعميقة ومفعمة بالمشاعر، ما جعلها تنهار باكية على الفور. ولكن ما الذي احتوت عليه الرسالة لتثير ردة الفعل هذه من الممثلة الجميلة؟ وفقا لمصادر مقربة من الثنائي، فضلت عدم الكشف عن هويتها. لم تكن الرسالة مجرد تمنية بليلى، بل كانت اعترافا بالمشاعر ومحاولة يائسة لإصلاء وضع أحزنهما بشدة. يقال إن باريش الذي لم يستطع النوم بسبب التوتر بينهما نتيجة سوء فهم في موقع التصوير، قرر أن يتغلب على كبريائه ويكتب ما يشعر به حقا. في الرسالة كتب باريش: مهما قال الآخرون أو مهما كانت خلافتنا، لا أستطيع أن أغض الطرف، وأنا أعلم أنك حزينة بسببي، لأن حزنك هو أكبر هزيمة لي. لامست هذه الكلمات المفعمة بالصراحة القاسية وترا حساسا لدي يغمر، التي كانت تكبت مشاعرها كي لا تؤثر على عملها أمام الكاميرات. ومن الجدير بالذكر أن المعجبين لاحظوا في الأيام الأخيرة أن كلا الممثلين كان يتصرفان ببرود على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يعجب بصور بعضهما البعض، وبالكاد كان يتبادلان النظرات خلال فترات الاستراحة من التصوير، مما أثار تكهنات حول احتمال انفصالهما نهائيا. ومع ذلك تثبت هذه الرسالة النصية أنه على الرغم من الخلافة والمشاحنات، فإن الرابط بينهما أقوى بكثير مما كنا نتصور، وأن الحب أو على الأقل المودة العميقة لا تزال موجودة. عند قراءة هذه الكلمات شعرت يغمر وكأن عبئا ثقيلا كان يثقل كاهلها قد زال، ولكن في الوقت نفسه جعلتها حدة الكلمات تشعر بالضعف. بحسب مورد علقت صديقتي المقربة للممثلة قائلا: قرأت يغمر الرسالة ثم ألقت هاتف على السرير وغطت وجهها بيديها وانفجرت بالبكاء، لكنها لم تكن دموع ألم بل دموع ارتياح وحب مكبوت. يظهر لنا هذا التفاعل أنه وراء الشهرة والبريق وأغرفة المجلات شابان يحاولان خوض علاقة معقدة تحت أنظار الملايين. من جانبه أظهر باريش بكتش نضجا كبيرا بمبادرته، وهو أمر لطالما أعجب به معجبوه، فهم يعرفون أنه رجل يتصرف بصدق. يشع أنه بعد إرسال الرسالة حدق باريش في هاتفه منتظرا الرد، قلقا بشأن ما إذا كان قد أحسن التصرف أم زاد الأمور سوءا. لكن رد يغمر لم يأتي فورا، ما زاد من دراما الأمسية. احتاجت وقت لاستيعاب ما قرأته وتهدئة دموعها قبل أن تتمكن من كتابة رد متماسك.
تخيلوا المشهد: المدينة صامتة والمطر يهطل بغزارة، فتح النافذة برفق شخصا يفضل بينهما بعد جسدي لكن يجمعهما رابط رقمي يحمل كل مشاعرهما المكبوتة. في اليوم التالي عندما وصل إلى موقع التصوير يقول شهود عيان إن الجو قد تغير تماما، فقد زال التوتر البارد الذي كان يخيم على المكان ليحل محله جو من التواطؤ والنظرات الخجولة. يقال إن باريس عندما رأى عيني يغمر منفتحتين قليلا من البكاء اقترب منها عندما لم تكن الكاميرا تصور وهمس: هل استطعت الراحة بعد قراءة النص؟ فأجابت يغمر بابتسامة باهتة حزينة: لم أستطع النوم، لكنها كانت أفضل أرق مررت به على الإطلاق. تظهر لنا هذه التبادلات أن علاقتهما أشبه برحلة عاطفية متقلبة مليئة باللحظات السعيدة والحزينة، لكنها دائما ما تكون قوية وحقيقية. حتى أن كتاب المسلسل علقوا بازحا بأن الكيمياء بينهما قوية لدرجة أنهما أحيانا لا يحتاجان إلى التمثيل، فهما ببساطة يعيشان مشاعرهما الحقيقية في المشاهد. الآن السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع هو: هل كانت هذه الرسالة كافية لحل جميع مشاكلهما، أم أنها مجرد حل مؤقت لجرح عميق؟ يقول خبراء العلاقات إن التواصل في وقت متأخر من الليل غالبا ما يكون الأكثر صدقا، لأننا نكون في حالة ضعف، ويبدو أن باريس استغل تلك اللحظة ليكون صريحا. بدأ المعجبون الذين يتابعون كل تحركات هذا الثنائي بدقة متناهية بالتكهن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنشأوا وشوما داعمة وأرسلوا لهم رسائل حب يحثونهم فيها على عدم الاستسلام. من الواضح أن يغمر تقدر هذه اللفتات الرومانسية، وأن باريس يعرف تماما كيف يصل إلى قلبها حتى في أحلك الظروف. تذكرنا هذه الرسالة النصية في وقت متأخر من الليل بأنهم في النهاية بشر لديهم مشاعر ومخاوف وشكوك، وأن رسالة النصية بسيطة قد تكون قادرة على جعل شخص ما يبكي أو يضحك أو يغير مسار علاقة. تتكشف قصة باريس ويغمر يوما بعد يوم، وسأكون هنا لأنقل لكم كل التفاصيل وكل لمحة وكل رسالة تظهر. أصدقائي الأعزاء، لقد وصلت إلى نهاية هذا الفيديو المؤثر، لكن الحوار لم يبدأ بعد، وأريد أن أعرف رأيكم في هذا الموقف الحساس. وهل تعتقدون أن باريس تصرف بشكل صحيح بإرسال تلك الرسالة في ذلك الوقت، أم كان عليه الانتظار حتى صباح اليوم التالي للتحدث وجها لوجه؟ ماذا كنتم ستفعلون لو تلقيتم رسالة كهذه من حبيبكم السابق أو شريككم في منتصف الليل؟ وهل تعتقدون أن دموع يغمر إشارة إلى عودتهما رسميا قريبا؟ شاركوني آرائكم وتوقعاتكم في قسم التعليقات، سأقرأها بكل سرور واحدة والأخرى. إذا أعجبكم هذا الفيديو وترغبون في معرفة المزيد عن أسرار نجومكم المفضلين، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات والإعجاب بالفيديو. أراكم في الفيديو القادم مع المزيد من الأخبار الحصرية والمثيرة.